يا مساء الفل على كل بيتفرج علينا في كل مكان. اهلا بحضراتكم حلقه جديده من الدرويش. ميعادنا الجديد كل يوم سبت الساعه 9 مساء. ارجوكم حضراتكم ما تنسوش، خلاص ميعاد 11 ما بقاش موجود. الاسماعيلي بيتعادل مع الداخليه وما بيحققش الفوز الثالث على التوالي زي ما كنا كلنا بنتمنى، ولكن في ماتش صعب جدا حتى من ظروف الطقس والجو. حاجات كتيره حصلت في المباراه، ظروف تحكيميه برضو، حالات تحكيميه غريبه ناس كتير استغربتها وعلقت عليها. هنتكلم عن ده. هنتكلم كمان النهارده عن كل ما يخص عشاق النادي الاسماعيلي، كل ما يخص النادي الاسماعيلي، الاحداث اللي حاصله، الفريق الاول، النادي الاجتماعي، كل اللي بيحصل دلوقتي داخل القلعه الصفراء. وهنتطرق شويه ل فرقه شقيقه واشقاء اعزاء في الدوري الممتاز، هو فرقه اتحاد الشرطه. هينورنا النهارده في الاستوديو واحد من عشاق الدراويش، زي ما كان نجم في المستطيل الاخضر هو نجم كمان في الاداره، تقلد مناصب عديده في النادي الاسماعيلي اهمها منصب مدير الكره. يمكن ما تكررش وجود شخصيه في منصب مدير الكره زي شخصيه ضيفنا النهارده. هنورنا النهارده في الاستوديو نجم نجوم الرياضه المصريه، كابتن علي غيط، المشرف على الكره باتحاد الشرطه وعضو مجلس نادي اتحاد الشرطه وعضو لجنه الانديه واحد رموز النادي الاسماعيلي. اهلا بحضرتك كابتن. اهلا بك. منورنا. بشكرك على المقدمه دي، وبشكر الدعوه الكريمه من اخويا الحبيب احمد امين، ودايما ببقى سعيد وانا في بيتي تلفزيون القناه احنا اللي سعداء والله، واحنا دايما ما نتاخرش عنده. عايز اوجه شكر كبير جدا على المجهود الرائع اللي قايمه بيه اسره القناه باداء متميز، مش بس في الرياضه بس، يمكن على مدار الشهرين اللي فاتوا في مجهود مبذول رائع في برامج اخرى والعاب اخرى، والتغطيه الممتازه لمشروع قناه السويس. عايز اشيد بدور القناه من اول رئيس النادي حتى اصغر عامل في النادي، رئيس القناه، لاصغر عامل في النادي، للمصورين، للمخرجين، للمقدمين، كل اسره القناه الرابعه، القناه تلفزيون القناه، بوجههم كل التحيه وكل الشكر والتقدير على هذه الطفره الجميله في ظل امكانيات انا اعلمها جيدا. يعني كابتن بشكر حضرتك وبنشكر حضرتك على متابعتنا للقناه والشرف لينا، وبشكر حضرتك طبعا على وسام وعلى صدورنا كلنا من حضرتك طبعا. مش هبدا بالنادي الاسماعيلي، عايز ابدا بشويه باتحاد الشرطه كده، بدايه مختلفه، وهنروح من نقطه معينه نرجع بيها للنادي الاسماعيلي. اخبار فريق اتحاد الشرطه، كان عندكم مباراه اخيره واتهزمتوا 2-0 متقدمين بشكل كويس. كابتن خالد القماش وحضرتك عاملين مجهود هايل جدا، ولكن يمكن سوء التوفيق اخر مباراه. وتصريحات كابتن علي غيط مشرف على الكره باتحاد الشرطه ان في لاعبين هيتم عقابهم وفي لاعبين هيمشوا، وموضوع كبر قوي، ولا هو وقت ان اللاعبين يتغيروا فده جه مع ده ولا ايه؟ لا، هو بص، مش عيب ان انت تاخد قرارات ممكن تكون الوقت ارغمك عليها. العيب ان انت تبقى عارف الغلط فين وتفضل ماشي فيه وتداويه وتفضل احنا عندنا اداره محترمه جدا، عندنا رئيس نادي راجل عاقل جدا اللي هو عماد مدبولي، من الناس العقلانيه جدا، الناس اللي عارفه دور كل واحد ايه وبيديهوله. يعني النهارده لما يجي الراجل بيتكلم من الكوره وخبرته المشاهده، انما لما نيجي نخش في حاجات فنيه ده متروك للكابتن خالد القماش، سواء انا اتكلم معاه كمشرف. هو كل حاجه عندنا ليها دورها وقتها. فبعد الماتش اللي فات احنا من قبلها بنتابع بعض اللعيبه، فيه لعيبه احنا شايفين ان هي لن تستطيع ان هي تعطي اكثر من ذلك، لن تحقق طموحنا واحلامنا في الدور الاول، فبنعمل ستوب وبالتراضي وندعم ونسيب انديه، وده مش عيب خالص ان احنا نعالج، وفي فرصه ان هو يشوف له فرصه في نادي تاني يمكن ربنا يكتب له خير فيها، واحنا نشوف ندعم فرقتنا ازاي، وده حل الكوره في مصر يعني. لكن هو التصريح جه بعد هزيمه من المقصه 2-0، فيمكن اتربطت ان في عقاب اقصى من المتوقع مثلا. لا، هو كان، انت عارف ان احنا التوقف اللي موجود ده هو كان القرار متاجل لنهايه الدور الاول، انما التوقف ده يخليك ان انت تعيد حساباتك. هو للاسف ان هي طبعا الهزيمه دي جت فخلت الامور اكثر سرعه، يعني الامور اكثر سرعه في ان انت تاخد قرارات علاجيه سريعه ان كنت عايز تفضل بالشكل اللائق بيك والمنطقه الدافئه. انت عارف ان احنا استغنينا عن 18 لاعب وجبنا 17 لاعب، فرقه كامله. كابتن خالد عمل مجهود فوق المحتمل. يعني انت عارف واحد يمشي من عنده فرقه كامله ويعيد تكوين فرقه، وناس ما لعبتش دوري ممتاز وناس كانت بعيده، ويبدا يعمل تحليل التوليفه دي. والحمد لله النهارده احنا في المركز التاسع 23 بونت 23 بمجموعه لعيبه. يمكن عندنا 2 لعيبه بس اللي كانوا بيشتركوا السنه اللي فاتت، هو خالد
عماد حلمي وخالد سطوحي، هما الاثنين بس. باقي ال9 لعيبه بالاحتياطي لعيبه جداد على اول مره دي، فاول مره يلعبوا في الدوري العام كمان. فدي كانت عمليه شاقه جدا على الكابتن خالد. انا طبعا بحييه على دوره معانا في اتحاد الشرطه، وبحيي مجلس الاداره اللي ادانا المساحه وادانا الثقه ان احنا نقدر تتحركوا بحريه نعمل الكلام ده طبعا. وبخص طبعا اللي هو عماد اللي دايما معانا ودايما متابعنا ودايما بيدينا باور جامد جدا. يمكن حتى من امبارح واحنا في اتصالات مستمره عملتوا ايه والناس اللي هتمشي على التغييرات الجديده. طيب هنتكلم عنها، بس عايز اتكلم عن اللقاء القادم لاتحاد الشرطه مع الجونه في كاس مصر، صح كده؟ في ملعب الجونه هيبقى احنا عندنا كاس انبي. كاس انبي عندنا انبي في الكاس سوري يوم 18 ان شاء الله. مباراه قويه جدا. يمكن فرقه انبي من الفرق المحترمه جدا، اداره وجهاز ولاعبين، منظومه متكامله تستدعي الاحترام والتقدير. مجلس اداره برئاسه استاذ ماجد نجاتي حاجه فوق الوصف، راجل قمه الاحترام والخبره الاداريه القويه جدا. جهاز فني بقياده طبعا الكابتن طارق العشري، لاعبين على اعلى مستوى، منظومه كبيره جدا. ويمكن احنا من حظنا ان احنا كنا في اول فرقه نكسبها هي انبي يعني في الدوري في الدور الاول. فدي حطت علينا عائق اكبر، لازم نكسبها تاني. لا مش لازم نكسبها، هم لازم ياخدوا بطارهم. لا احنا لازم نكسبها لان الكاس لا يقبل القسم على 2 يعني. فان شاء الله يعني احنا نأديه باذن الله والنتيجه دي بتاعت ربنا. بس اهم حاجه هو اللي بيزعلني مش الهزيمه والفوز. الهزيمه والفوز ده وارد في الكوره، لازم فرقه تطلع كسبانه وفرقه تطلع خسرانه، الا اذا كتب الله التعادل لحاجه. انما طول ما انت بتأدي برجوله وبتأدي بروح انا اقدرك. طول ما انت بتأثر في حق ناديك اللي مش متأخر عنك في حاجه، اللي عمل لك اسمك وشخصيتك وتكوينك، هو ده اللي انا دايما بقف عنده. ودايما بقول زي ما اخدت لازم اخد منك. طب احنا نقدر نعرف من حضرتك الاسماء اللي هيتم الاستغناء عنها في اتحاد الشرطه ولا لسه؟ هو لسه يعني القرار ان شاء الله هيكون بكره في مجلس اداره يعتمد، وباذن الله يعني هيعرض بعد بكره ان شاء الله. هيعرض بعد بكره. طيب من هنا للاسماعيلي، في كلام حصل عن التعاقد مع ريكو لاعب اتحاد الشرطه، وبعدها حصل ان تم الزج باسم الكابتن علي غيدو والكابتن خالد القماش في الموضوع بشكل مش ظريف. ايه حقيقه الموضوع؟ بص انا مش عايز اقف كتير عند موضوع الزج، لان يعني سواء انا او كابتن خالد القماش اكبر بكتير جدا ان احنا نقف قدام الحاجات الصغيره دي. لان اللي لبس تيشيرت النادي الاسماعيلي وعرق في الملعب ده وروى الملعب ده بعرقه وحبه وعشقه لناديه، والحمد لله يمكن احنا لعبنا ايام ما كانت الكوره للكوره، ما لعبناش الكوره للعقد ولا لعبنا الكوره للاحتراف ولا الارقام. لعبنا كوره حبا في النادي الاسماعيلي، لعبنا كوره عشقا في هذا النادي، وتحولنا الى مشجعين وعاشقين. فما فيش حد يزايد على ولائنا ولا حبنا لهذا الكيان، لان شاء من شاء وابى من ابى، عودتنا في الاخر لبيتنا. سواء دخلنا اداريين، دخلنا مشجعين، دخلنا اداريين في النادي، دخلنا في الاداره. التاريخ مش يعني التاريخ مش هنمسحه. حضرتك من ابناء النادي الاسماعيلي ولعبته وتقلدت مناصب، فده مش هننساه يعني. بالظبط. فما حدش يزايد، لان ومش هقف عندها كتير لان الصغائر ما بقفش عندها. طب ايه اللي حصل بقى؟ الموضوع ببساطه جدا. النهارده انا زي ما قلت لك احنا مشينا 18 لعيب بنكون الفريق ده. كل الفريق اللي كان موجود ده احنا كنا عاملين حسابنا على 4 سنين، الاولاد موجودين 4 سنين، وما حطينا الخطه مع رئيس النادي اللي هو عماد وكابتن خالد القماش. قلنا ان احنا السنه دي نبقى في المنطقه الدافئه، السنه الجايه نشوف اللاعبين ايه اللي هنقدر يمشي مين ونزود مين، ويعني كل سنه هيطلع قدامك لغايه في السنه الثالثه والرابعه نقدر نخش في مرحله المنافسه. وده التفكير اللي احنا مشينا بيه في ظل امكانيات ماليه يعتمد فيها اتحاد الشرطه على نفسه. ما فيش الوزاره بعيده تماما، ان الوزاره فيها اللي مكفيها، يعني فيها شهداء، بعيد عن ان هي فيها مصابينها، فيها اسلحتها، يبقى في دعم بشكل كده. فما فيش دعم، فهو الدعم كله من الشركه الراعيه، وده اللي احنا بنقدر بنتحرك في حدوده، في الحدود دي. فاحنا قلنا واحده واحده ونبني فريق ان شاء الله يعني يرجع الشرطه في خلال 3 سنوات. مش ده المهم ان كل اللاعبين اللي موجودين معانا احمد موجودين 4 سنين بما فيهم صلاح ريكو. لا نيه مطلقا للتفريط في اي لاعب، لا السنه دي ولا السنه الجايه، عشان نحسم الموضوع وخاصه اللعيبه المميزه. النهارده انا عندي
4 5 لعيبه ظهروا السنه دي، لازم السنه الجايه ادخل عليهم 4 5 كمان ان كنت بحلم في منافسه حقيقيه السنه اللي بعدها لو ربنا كتب لنا العمر واستمرينا. انما هو ده الرسم اللي انت بترسم ليه. ما اقدرش النهارده اجي اعمل رسم اقول لك انا اللعيبه دي بالامكانيات دي وهاخد دوري السنه دي او اخش، يبقى انا راجل بغلط نفسي وراجل مش مظبوط. انما هي على الموضوع حسابه لما نقعد ونحسبها، يبقى احنا السنه دي بنعد، السنه الجايه بنعد، السنه اللي بعدها بندخل في الصوره، ان كان بعد كده ربنا اراد لنا شيء في الرابعه فبيبقى ده موجود، ما كانش فمش من المنطق ان من اول سنه اغير او من اول 6 شهور حتى احرر. بالاضافه النهارده صلاح ريكو جاله عرض اعاره، جاله عرض اعاره 6 شهور بمبلغ 1,600,000 جنيه. طبعا رفضنا لان المبدا مش موجود. جاله عرض من احد الانديه الكبرى يتخطى العقد 4 مليون جنيه، برضه رفضنا. فليه الزج باسم النادي الاسماعيلي؟ وخاصة يعني ان مستشار وليد الكيلاني من اقرب الناس ليا وصديق شخصي ليا وعلى طول طبعا انت يمكن بتشوفنا في الماتشات مع بعض بتاعت النادي الاسماعيلي. ما صارش الموضوع. الراجل سالني مره في نيه لصلاح، قلت له لا ما فيش، خلاص الموضوع اتقفل. هو كان بس هو ده الحاج محمد لما بيبقى في حاجه بيكلمني، يعني برضه ما كلمنيش يعني. فانا مش عايز اخش في لغط يعني. من ارسل فاكسا له كل الاحترام، من حاول خدمه النادي الاسماعيلي له كل الاحترام. بس هو فعلا في فاكس جالكم من النادي الاسماعيلي ورئيس النادي الاسماعيلي قال انا ما مضيتش على حاجه او ما اعرفش حاجه عن الفاكس ده. هو اللي انا عرفته ان في لجنه الحاج محمد مشكلها، يمكن هي اللجنه يمكن شافت صح يمكن شافت مصلحه النادي الاسماعيلي. شوف كل من يحاول خدمه النادي الاسماعيلي انا بحييه وبشد على ايده وبشكره، ولكن لابد ان يكون في طريق مباشر. طالما سواء انا موجود او كابتن خالد القماش، ما ينفعش ان انا اتفاجئ بفاكس جاي. لا يعني فاكس مش من رئيس النادي، من اللجنه المكلفه كان هو الفاكس جاي من النادي الاسماعيلي، جاي من النادي الاسماعيلي. خلاص يبقى احنا شايف انه كانوا كلموني يعني ليه يعني بدل ما تبعت فاكس كلمني شوف نيه وانا اقول لك. يعني انا هقول لك الحقيقه ايه الوضع ايه، عشان ما يخشش الموضوع ان علي غيط وخالد القماش. الموضوع ما ينفعش اللعب على الحصان ده خسران يعني. ما ينفعش ان احنا يعني الله اعلم بالنوايا بقى يعني. انما هي مساعي حميده من ناس، خلينا نقول كده، مساعي حميده من ناس عايزه تعمل حاله للنادي الاسماعيلي، انا بحييهم عليها. ولكن ارجو ان احنا ما يكون عندنا حد يعشق النادي الاسماعيلي بلاش ان احنا نسلبه هذا الحق. يعني بلاش ان احنا لازم نترفع، وخصوصا ان انت في يوم من الايام كنت بتشجع الاثنين دول وهم في الملعب وانت في المدرج، فما ينفعش ان احنا نصغر من حجمهم. طيب خلص الموضوع ده. نقدر نعرف المراكز اللي محتاجها فريق اتحاد الشرطه للتدعيم الفتره اللي جايه؟ احنا يمكن اديك سبق دلوقتي خصوصا ما اقدرش يعني. احنا النهارده بصفه 90% خلصنا مصطفى جعفر من نادي المريخ، وانا بوجه التحيه والشكر لرئيس نادي المريخ. الراجل متفاهم جدا وكان على درجه كبيره جدا من التعاون والتفاهم، وراجل كان سلس جدا. والحمد لله يعني ان شاء الله في خلال 48 ساعه يكون مصطفى جعفر موجود في نادي اتحاد الشرطه، اضافه قويه للهجوم. في مفاوضات مع 3 لعيبه كمان اتمنى ان هي تنتهي ويبقى شكل الدور الثاني لاتحاد الشرطه مختلف باذن الله. طيب بمناسبه الدور الثاني كمان، انا عندي لسه موضوعات كتيره، بس خلينا نروح لموضوع عوده الجماهير في الدور الثاني. القرار طلع وهو بشروط، ولكن القرار طلع خلاص ان الجماهير هتحضر الدور الثاني. انا عايز اسال سؤال واحد بس، هو هيبقى في تكافؤ فرص ما بين الانديه الجماهيريه على الاقل اللي حضرت مبارياتها الدور الاول بدون جمهور، والدور الثاني هيبقى بجمهور للفرقه الثانيه او الفرقه المنافسه، وهيبقى في ظلم لانديه الشركات والمؤسسات ولا لا؟ والله يمكن انا قلت رايي ده في اول ما القرار طلع والناس زعلت مني وقال علي غيط عايز يحرم الانديه الجماهيريه. انا مش بحرم الانديه الجماهيريه، انا عندي ناديين، احداهم جماهيري واحداهم غير جماهيري، فانا احسب على الاثنين. يعني النهارده لما اجي اتكلم عن الجماهير فاتكلم عن النادي الاسماعيلي، وانا من مصلحتي ان جمهور النادي الاسماعيلي. انما احنا بنتكلم على لصالح الكره المصريه، لمصداقيه المسابقه، لجديه المسابقه. النهارده مش عايزين حاجه تشوه المسابقه. احنا النهارده الحمد لله، انا طبعا انا بهني اتحاد الكوره بالمباراه اللي قيمت النهارده دي. لسه هنروح لها. يعني يعني الحمد لله ان الامور الكوره في مصر مشت، العجله مشت مع كل التقدير والاحترام لشهداء هذه المباراه الكئيبه. انما خلاص الدنيا مشت وكل شيء في المحاكم.
ياخد مجراه، وحق الشهداء من الناحيتين لازم يجي، سواء من الاهلي او سواء من المصري. الناس اللي استشهدوا كل لازم حقه يجي، الحق ده بتاع ربنا، الحق لازم يجي طبعا. انما النهارده كمباراه كوره قيمت بين الناديين دي خطوه هايله جدا لصالح الكره المصريه، وما نقفش عند الصغائر اللي فيها، وما نقفش عند حاجات كتير قوي فيها، لان احنا لو بصينا لايجابياتها احنا عبرنا خطوه كبيره جدا بالمباراه اللي اقيمت النهارده، كسرت حاجز كبير جدا جدا جدا. يمكن رغم ان في ناس بتلوم على مجلس اداره النادي الاهلي ان هو ما حضرش المباراه، انما انا باشيد بمجلس اداره النادي الاهلي انه وافق على لعب المباراه. وده اللي كان من اول الدوري. يمكن انا حضرت في لجنه الانديه، كان في اجتماع مع لجنه الانديه، وحضر المهندس محمود طاهر. والمهندس محمود طاهر لما كلمنا المجموعه واحده ولا مجموعتين، فكان كل المشكله في النادي الاهلي، مقابله النادي الاهلي مع النادي المصري. فالراجل قال ما عندناش مشكله ان احنا نلعب مع النادي المصري، فهو قرار متاخد من بدري قوي. فدي كانت الموضوع اللي حل الدنيا كلها. ان انت شايف دوري دلوقتي في منتهى القوه، ما انتش عارف مين هيكسب مين هيخسر. 20 فريق في دوري من اقوى الدوريات اللي اتعملت في مصر، رغم كل الجو اللي حواليها اللي يقول لك ان الكوره بتعود بصعوبه. الكوره لا، احنا في مصر الحمد لله رب العالمين. لما نبص حوالينا كده احنا في نعمه ما بعدها نعمه، احنا في رخاء ما بعده رخاء. الحمد لله امنين، الحمد لله بنمارس الرياضه اللي بنحبها. برضو الجزئيه بتاعت ولا لا هتظلم انديه على حساب انديه ولا لا لسه ما اكيد طبعا اكيد. لا اكيد الانديه. يعني حضرتك كنت مع ان ده يتاجل لبدايه الموسم الجديد، وخصوصا ان وتبدا من بدايه الموسم. انت النهارده خلينا ناخد فرقه من فوق زي انبي مثلا، نادي مؤسسي، وناخد فرقه من تحت هنقول نادي اتحاد الشرطه عشان ما حدش يزعل. مش تحت قوي ده، انتوا تسابع دلوقتي معلش عشان ما حدش يزعل، اضرب مثل على نفسي يعني. قال النهارده الانبي ما يروح يلعب الاهلي والزمالك والاسماعيلي، هيلعب من غير جمهور. صح؟ فاذا فرصه النادي اكبر. اما الاسماعيلي يجي يلعب الاهلي، والاسماعيلي يلعب الزمالك، والاسماعيلي يلعب الانديه دي، هيلعبوا من غير جمهور. فده في صالح مين؟ في صالح كده بقى في كلب بقى اكتر من مكيال. توصل حضرتك ان كده مفيش عدل في القصه. كنت تقصد ان احنا ناجلها خالص ونبداها من بدايه المسابقه. لان انت النهارده الدوري صعب جدا. الدوري 5 فرق هينزلوا، 5 فرق، والفرق متقاربه، وانديه كبيره بيصادفها سوء بخت، وانديه بتتعذر في المقدمه، وانديه بتتعرقل في الاخر. فكان لازم عشان نحافظ على شكل الدوري. والسؤال المهم جدا بقى هنا، يعني خلينا نسأل سؤال مهم: هل الجماهير جاهزة؟ بمعنى ايه الجماهير جاهزة؟ الجماهير عايزة تحضر ماتش وتتفرج لإنجاح الدوري العام. عايزين توضيح. هل الجماهير جاهزة ان هي تتفرج على الكورة كمتعة وتشجع أنديتها وما نعملش مشاكل؟ احنا ممكن نقسم الجماهير لنوعين ولا مش ممكن؟ انا مش هقسم، انا ليا ملعب والناس اللي في المدرجات. ملعب وجمهور. هل الجماهير جاهزة ان راحة تشجع الكورة للكورة، ولا هناخد في مشاكل تانية ونقف ونعمل وقفة ونرجع تاني محطتين ورا؟ هو ده التخوف. حضرتك عندك تخوف ولا عندك توقع؟ لأنه ممكن يحصل حاجة. لا، عندي توقع. عندك توقع؟ التوقع ده مبني على معلومات ولا صفك بقى ضابط شرطة في الأول في الآخر؟ لا افصل الشرطة عن الرياضة. لا، مبني عن معلومات. لا أنا بتكلم على دراية. أنا مبني على دراية بالجو العام اللي أنت بتشوفه. انت عندك مباراة كرة سلة وطايرة بيحصل فيها مشاكل، فما بالك ففي توقع انه ممكن يحصل حاجة. في توتر في الشارع المصري. في زج في الشارع المصري، في تملي في الشارع المصري، في ناس مش عايزاك تنجح، في ناس بتحاربك وانت ده ممكن يترجم جوه المدرجات ويحصل مشكلة يرجعنا تاني ترجع بقى نقول يا ريت ونرجع طب يا ريتنا. فهي الامور النهارده الامن قادر باذن الله. الامن قادر. شفنا النهارده كمان حاجه هايله في الامن قادر. الامن قادر بلا جدال. وانا بحيي كل رجال الامن والقوات المسلحه اللي بيحموا، ربنا يحميهم زي ما بيحمونا ويحموا ولادنا في ظل الايام اللي احنا بنعيشها، طقس حراره درجه الحراره الرهيبه دي، واحنا طبعا ملفوفين ومتكلفتين، والناس واقفه على الحدود وفي الشارع في كل حته في يعني ربنا يحميهم ويقدرهم. فمش عايزين نعمل حمل عليهم ونعمل فتحة صراع تاني. طيب
مباراة الاهلي والمصري النهارده انا هتكلم عن جزء واحد بس فيها، هو ان احنا فرحنا قوي بعنصرين في المباراة، حارس مرمى الاهلي وحارس مرمى المصري، الاثنين ولاد النادي الاسماعيلي والاثنين قطاع الناشئين، والاثنين كانوا حاجة هايلة في الماتش النهارده. والله احنا المفروض نكرم سعفان. كنت لسه عايز اكمل. يعني احنا نكرم سعفان النهارده لان خرج جونين من احسن حراس مصر، يعني ولادنا. يمكن انا النهارده كنت مبسوط قوي بمستوى عواد اللي ظهر عليه، وكنت متخوف عليه. المباراه كبيره كنت متخوف عليه طبعا. انما عواد فاق كل التوقعات، يعني فاق توقعاتي انا شخصيا. يعني ادى مباراه بثبات، كان متزن جدا، ادى مباراه قويه جدا. بتمنى له يا رب التوفيق، واتمنى لمسعد التوفيق، وربنا يحميهم يا رب من الاصابه ان شاء الله. في ناس بتقول ان احنا هيفضل مكتوب علينا نشوف ابنائنا المتميزين بره النادي الاسماعيلي. حضرتك مع الجمله دي ولا ده احتراف وده وارد جدا، وعلى الاقل نعود اعاره 6 شهور وهيرجع، او ممكن يكمل لو الظروف عملت؟ حضرتك شايف الموضوع ده ازاي؟ شوف هقول لك على حاجه. اتفضل. ما يحدث في النادي الاسماعيلي فنيا حاليا ده انجاز. ما يحدث في النادي الاسماعيلي فنيا ده انجاز. يعني يمكن انا بختلف مع ريكاردو فنيا، ولكن نتائجه بتقول عكس كده. النهارده الفرقه عندها هذا الكم من البطولات، نفس اللي في نادي اتحاد الشرطه. يمكن اخر مباراه شايفينها هو نفس اللي في اتحاد ولسه هنتكلم عن الداخليه. نفس اللي بيحصل في اتحاد الشرطه من تجديد نادي الاسماعيلي. فيه لعيبه كتير جديده، ولعيبه كتير ماشيه بخطى سوا. شفنا لعيبه كتير لعبت ولعيبه اتغيرت. فالنهارده ما فيش عنصر الثبات في التشكيل، والراجل لسه بيحضر فرقه. اول ما تيجي تلعب ويتخصم منك 6 بونت، عمليه قاسيه جدا على اي فريق. فكل ما يحدث دلوقتي فنيا فهو ده يستحق الاشاده، ولازم نكون جادين ولازم نكون محقين. احنا مش عايزين نحاسب الاسماعيلي اسما. مش عايز اقول ده الاسماعيلي بيلعب الداخليه اوريدي كده وانا مغمض، الاسماعيلي يكسب. فرقه جديده زي عندكم في اتحاد الشرطه، ناس كتيره لسه اول مره تلعب. النهارده اول مباراه كانت لينا مع انبي. الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا انبي، هذا الفريق العملاق. المباراه اللي بعدها كانت مع الزمالك، وفرقه الاحلام زي ما بيقولوا 17 نجم من افضل نجوم مصر، وبيلعب فيها 4 من ولاد اتحاد الشرطه، وبنعمل درون معاهم. بعد كده بنخسر مباراه من مصر المقاصه، من يعني لا هو انا هكمل على حضرتك بتقوله ان الناس بتحاسب الاسماعيلي كاسم نادي الاسماعيلي في اعظم اجياله مثلا. بالظبط. ما بيقولوش ان دلوقتي مستوى ايه والظروف ايه والموضوع الظروف ايه. وخصوصا ان انت بيصادفك في الاسماعيلي سوء بخت غير عادي، خصم نقاط ونخرج لاصابه كتيره القيصر ومحمود متولي. وخلينا ندعي من هنا، وكل جمهور مصر يدعو للقيصر ومحمود بالشفاء وسرعه العوده، لان دول من ولادنا المخلصين يعني. طيب انا قبل ما اطلع للتقرير عندي سؤال لحضرتك، عايز اتكلم برضو بشكل عام عشان هرجع من التقرير اتكلم شويه عن مباراه الاسماعيلي الداخليه بشكل مفصل. عايز اخد رايك في حاجات كتيره جدا كان ليها جدل. الشكوى اللي متقدمه من الزمالك في مؤمن زكريا، الشكوى اللي متقدمه من الاهلي في معروف وقمر، الحاله اللي فيها الرياضه المصريه دلوقتي بشكل عام، تدخلات من وكلاء اللاعبين. ناس كتير قوي اتقال ان بيلعبوا في ودان اللاعبين، بيقعدوا يتكلموا كتير فلازم بيتحركوا، بيحصل غلطات من لاعبين يبقى ماضي مع نادي ويتكلم عادي. يمكن عندنا احنا حاله زي محمود عبد العزيز ماضي مع نادي وعقده مكمل وبيتكلم هو بشكل شخصي مع مسؤولين في نادي اخر. عايز رايك حضرتك في القصه دي كلها. بص، الامور واضحه. العقد شريعه المتعاقدين، ده امور واضحه، ده عقد شريعه المتعاقدين. يعني انا معايا عقد، يبقى انا لازم اتكلم بالعقد. عندي ما هو مسؤول عن تنفيذ هذا العقد. تمام. يبقى انا بقوم قالب الورقه كده، لا انا عارف اسم مين اللي مكتوب، ولا تبع نادي ايه، ولا لون تيشيرته ايه، ولا جمهوره ايه. انا بتكلم مع حاله مخالفه عقوبتها في القانون كذا، تنفذ. لو اتعملت دي على كل 2 لعيبه مش هتحصل في مصر تاني. انما التدخلات والتوازنات ده الشهر، خلي بالك الشهر ده هيبقى فيه 15 يوم توقف، وبعدين مباراه الكاس، فمش هيبقى الا مباراه واحده فنديهم شهر. الكلام ده ما ينفعش. الكلام ده ما ينفعش، مع احترامي لكل واحد في اتحاد الكوره. مين سببه يا كابتن الكلام ده من البدايه؟ عدم وجود اداره حاسمه، عدم تنفيذ قوانين، الميول. انا لازم اكون قاطع. انا راجل قاضي،
انا في اتحاد الكوره ده قاضي على المستشار، ليا ورق مستشار في المحكمه، ليا ورق بحكم بيه، ماليش دعوه بلون التيشيرت، ماليش دعوه انا صاحب علي غيط ولا مش صاحبه، صاحب زيد ولا مش صاحبه، انا ميولي ايه؟ طب ما فيش توازنات، طب الجمهور هيعمل ايه؟ ما فيش حاجه اسمها الكلام ده. لاعب الاسيوطي زي لاعب الاهلي، لاعب الزمالك زي لاعب الشرطه. لو مشي الامور كده ومشينا بورق وبقينا دوله ورق تحترم وقوانين تنفذ، مش هتلاقي لعيب لا بيلعب على ناديه ولا لعيب بيضحك على ناديه، ولعيب الصبح يمضي ورق يقول لك اصل انا كنت شارط، او لا اصل كان ما فيش حاجه اسمها انا كنت شارط وكنت عامل الكلام ده ما ينفعش. حقك وحق ناديك هو اللي موجود. يعني الموضوع عند لاعبين وعند اتحاد الكوره اكتر منه عند انديه يا فندم. الموضوع عند تنفيذ قرارات ولوائح. تنفيذ قرارات. لو انت نفذت كاتحاد كوره قرارات ولوائح مفيش حد هيغلط، مفيش حد هيغلط. انما للاسف انت عارف ان انت هتغلط وهتمشي، ما ينفعش. هتغلط وهتعديها وهتعدي الحكايه، ما ينفعش. ما ينفعش. اصل انا بلعب في نادي كبير، اصل انا رايح في نادي هيحميني، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. زي ما بقول لك كده، النصر، الاسيوطي، دمنهور، اهلي، زمالك، اسماعيلي، كله زي بعض، كله زي بعض. بس طيب انا مكمل مع حضرتك ومستمتع جدا باللقاء ده، لكن خلينا نشوف تقرير مهم جدا عن التحكيم ومع حكام كبار جدا، وهنرجع بقى نتكلم عن اللي حصل في مباراه اسماعيلي والداخليه. سيدنا أعزائي في هذا اللقاء الكابتن محمد بشاري حكم الدولة السابق ورئيس لجنة الحكام منطقة الإسماعيلية السابق. كابتن بنرحب بيك على التلفزيون القناة. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. طيب. اللعبة اللي عملت مشكلة النهارده. والله اللعبة بدايتها ان في هاند بول بيتحسب على حارس مرمى فريق الداخلية. ليه؟ لانه وهو بيلعب الكورة ايده ورجل، ودي احنا دايما بننبه عليها الحكام. اذا لعب رمى الكورة من جوه ولعبها برجله من بره تمشي، اما اذا هو ايده بره وهو بيلعبها يبقى اذا هاند بول عليه. طب كابتن فحسب هنا اللاين مان راح رافع وحسب. نيجي بقى للعبه. اللعبه اتلعبت الخطا من بره المنطقه مكان الايه الهاند بول. الحيطه كان كلها تقريبا من لعيبه الداخليه. احنا شفنا الكره خبطت في الحيطه او على مستوى راس اللعيبه. هل حد كان رافع ايده وصدها؟ المهم ان لقينا تدخل من المساعد بانه رفع الرايه. الكرة دخلت هدف بعد كده، يعني الاول دخلت هدف. ما انا بقول لحضرتك هي اتلعبت بعد كده من الايد، اتنطرت للاعب من نادي الاسماعيلي حطها في الجون. المشكله هنا ان النهارده كمساعد انا ماليش ان انا احسب بلنتي. بس هو رفع على انه اوف سايد. انا لسه بقول لك اهو التعليمات بتقول ان اللاين مان مالوش انه يحسب بلنتي حتى لو متفق مع الحكم. امتى بقى يتدخل المساعد؟ يتدخل المساعد في حكايه جوه او بره. يعني هي جوه الحدث جوه المنطقه ولا بره المنطقه، انما يحسب لا. الحكم هو مسؤوليته بقى هنا جت تعمدا بالايد يحسب ركله جزاء. مشاهدينا الاعزاء في هذا اللقاء الكابتن محمد مصطفى الحكم الدولي السابق ابن الاسماعيليه، وايضا يعني مراقب المباراه اليوم. اهلا بيك كابتن، مرحب بيك. اهلا بيك وبالقناه الرابعه وكل الاخوه الافاضل اللي موجودين معانا النهارده. لعبه زي اللي احنا شفناها النهارده يا كابتن، لو الجماهير موجوده كانت عملت مشكله؟ لا هي مش هتعمل مشكله، هي هتدي انطباع جميل للكوره، وهيبقى فيه، لان كره القدم اساسا حلاوتها في ان الناس بتختلف في الاراء. يعني كنت هتلاقي اللي يقول اوف سايد، وكنت هتلاقي اللي يقول بيلين، وهتلاقي والاختلاف ده بيعمل للكوره شعبيه وبيعمل لها جماهيريه يعني. يعني نقدر نقول ان الحكم الدولي محمد معروف والمساعد غرقوا بعض؟ لا هم الاثنين اتفقوا على ان الكره ركله جزاء وحسبوها الاثنين ركله جزاء. وده شيء يحترم بالنسبه لهم يعني. كابتن محمد معروف الحكم الدولي لمنطقه شمال سيناء، مبروك الاداء النهارده. وسبب الشد العصبي بالنسبه ما فيش، الفرقتين مشدودين زي ما حضرتك شايف. احنا حاولنا بقدر الامكان ان احنا نحتويهم. زي ما حضرتك عارف ان لازم يبقى في عند الحكم ثبات انفعالي. اتكلمت مع زمايلي قبل المباراه، فرقتين كبار، لابد ان احنا نحاول نحتويهم على قد ما نقدر، لكن ما حدش يتجاوز حدوده. القانون هو الساري على ارض الملعب فوق الميدان. الحمد لله رب العالمين
كنت انا وزمايلي متعاونين. فرقتين كبار، لابد ان احنا عارفين احنا ان الماتش كتير صعب. احنا عايزين كلتشر، عايزين ثقافه، عايزين يعني يبقى في وعي بالنسبه للفرق. يعني حضرتك زي ما انت عارف في اوروبا وفي حتى في دول الخليج بدا بنشوف ان الجهاز الفني ملوش دعوه. انا ليا تكتيك في الملعب، ليا شغلي في الملعب، حتى اللعيبه ملهاش دعوه. انا ليا شغل بقوم بيه كلاعب، وكذلك المدير الفني والمدرب، كذلك بتاع الاحمال، كل في مجاله. انا كحكم هو انا يعتبر يعني الراجل رقم واحد في تطبيق القانون. انا دارس قانون وانا الحكم وانا دي وظيفتي، المفروض انت ما بتتدخلش في وظيفتك. لذلك حتى في اوروبا لما بيخطئ الحكم هو ملوش دعوه، هو يحاسب لاعيبته، لان اكيد في عنده قصور، احنا بشر. الحكم الجيد هو الاقل اخطاء. طيب يلا مستمرين مع حضراتكم في الدرويش. بنور في الاستوديو الكابتن علي غيط المشرف على الكره بفريق اتحاد الشرطه، عضو مجلس اداره اتحاد الشرطه، عضو لجنه الانديه. كابتن علي، عاوز اروح بقى مع حضرتك على مباراه الاسماعيلي والداخليه، ولو حضرتك ليك تعليق على التقرير خلينا ناخده في سياق الكلام. بدايه كان التعادل الثامن للنادي الاسماعيلي وما قدرناش نحقق الفوز الثالث على التوالي، كنا بنحلم بده ولكن ما حصلش. ميعاد المباراه كان الساعه 5 اتغير ل7:30. الموضوع ده بيعمل ربكه للفرق ولا عادي ولا؟ لا سيبك من الموضوع اللي من 5 ل7:30. اللي عمل ربكه للنادي الاسماعيلي 2 من اهم عناصره اصابه، بالاضافه لمشكله محمود عبد العزيز وكان بعيد. في كذا حاجه، في عوامل كتير مش عامله استقرار في تشكيل النادي الاسماعيلي، فدي من العوامل اللي مؤثره على الاداء. دي ما نخسفش برضو حق نادي الداخليه. فرقه الداخليه عامله موسم كويس قوي، مش عايزين ننسى انها كانت اول الدوري لمده 4 مباريات. كانت اول 4 مباريات في الدوري، اول البطوله. كابتن علاء عبد العال عامل موسم كويس جدا، عندهم لعيب الفيومي ده من احسن لعيبه في مصر دلوقتي، يعني في الفرق اللي موجوده. فخلينا نقول ان المباراه كانت مع فرقه منظمه، مع مدرب عارف يقرا الملعب، عارف يلاعب النادي الاسماعيلي كويس قوي في ملعبه، مع غياب بعض العناصر الاساسيه بالاضافه لغياب بعض العناصر عن مستواها جوه الملعب. كل ده لازم يتبلور ويطلع النتيجه بالشكل ده. برضو مش عايز نقيس ونظلم الولاد في النادي الاسماعيلي، ان معلش سامحوني يعني ما اقول مش حازم وعماد والرومي والصاوي اللي بيلعبوا، لا مش رضا وشحته وعلى ابو جريشه، لا يا جماعه. اللي بيلعب النادي الاسماعيلي لسه بيبني فرقه، بيبني كيان، وهذا المجهود المعمول بيه دلوقتي. اي نعم الناس هتزعل مني، واحنا كل مره وكل سنه نفضل نقول احنا بعيد عن المنافسه، لا لازم يبقى في سياسه. زي ما احنا النهارده قعدنا في الشرطه، يمكن انا قلت لحضرتك قلنا ان سنه واثنين قدامنا 3 سنين و4 سنين نعمل كده. لازم نبقى عاملين سياسه على الزمن الطويل، ان احنا عارفين بنعمل ايه وبنستعين بلعيبه تؤدي هذا الغرض. مش نرى بجيب لعيبه وبعد كده اقول الكلام ده ينفع في نادي اتحاد الشرطه لقله الامكانيات، ينفع في نادي صغير، انما ما ينفعش في النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي لما يجي يتعاقد مع لعيبه لازم يبقى عارف ان اللعيب ده هيديني، لازم يبقى عارف اللعيب ده هينفعني. ده هيودينا عايز اسال حضرتك عن التعاقدات اللي تمت الفتره اللي فاتت في النادي الاسماعيلي. راي حضرتك ايه؟ شايف ان هي كلها هتدي مديه للنادي الاسماعيلي، ولا شايف ان المفروض من وجهه نظر المشجع ان يحصل تغييرات في يناير؟ هو يعني هو اللي انا سمعته انه هيحصل تغييرات، وفي لعيبه معروضه للاعاره، وفي لعيبه معروضه للبيع. اذا احنا ما كانش الاختيار على الوجه الامثل. في نفس الوقت اللاعبين اللي ادوا المباريات اللي فاتت لهم كل التقدير، لان ما نيجي نحسب البناط اللي موجوده نلاقي ان هم ادوا. الشكل العام للنادي الاسماعيلي اي نعم تغيب الكره والاداء عن النادي الاسماعيلي، تغيب الحرفيه والفنيه والمتعه، ولكن برضو هرجع اقول ليس حازم وعماد والرومي اللي بيلعبوا. انت معلش احنا هي فكره ان مع حضرتك فكره ان مش شكل النادي الاسماعيلي بيلعب، ما هي اللعيبه لسه جداد، ما هي اللعيبه اصلا مش هي مستمره، يعني مش جيل حسني عبد ربه اللي مكمل طول الفرقه. ما تظلمهمش، ما تظلموش الولاد دول. السنه الجايه هيبقى احسن، السنه اللي بعدها لازم بناء فرقه بطوله. الكابتن محسن صالح ربنا يديله الصحه يا رب، اما خدنا الدوري الفرقه دي اتعدت في 3 سنين. فرقه بركات وعماد النحاس الفرقه وسعد عبد الباقي ومش عايز انسى حد وعاطف عبد العزيز، الفرقه دي وايهاب جلال اتعدت في 3 سنين. السنه الاولانيه خد المركز الرابع وبعدين الثالث اعتقد، وبعدين خدنا بطوله الدوري، لان حصل الالفه والانسجام
والحرفيه والفنيه عمل تيم وورك قدرنا نحقق بيه بطوله. الكلام ده البطوله ما تحققش الا كده، البطوله بتحقق ما فيش بطوله عشوائيه. تمام. لا هي ليها مقومات وليها اسس بنتبعها بنوصل لده، ولازم نبقى احنا مقتنعين بالكلام ده. لازم نبقى ماشيين على النهج ده. وده وبديتك مثال حصل في النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي انا بقول لك كابتن محسن صالح عد فرقه بطوله، احرز بطوله في الموسم الثالث. طيب خلينا نرجع تاني للمباراه. يمكن احنا شايفين المشكله اللي حصلت، عايز تعليق حضرتك على اللي حصل ده وبعدين ندخل في قصه التحكيم بقى بشكل عام في الماتش ده. شوف، اولا حارس المرمى ما عداش خط المرمى، يعني اولا هي مش هاندبول، يعني بدايه الصفاره خطا. يعني الحارس المرمى ما طلعش بره ال 18، والصفاره من رجوع الكوره قرار عجيب وغريب. الكوره اما اتشاطت جت في ايد لاعب نادي الداخليه، يبقى المفروض على طول في ساعتها تبقى بلانتي، القرار الاول ما يبقاش القرار الثاني. تمام. تمام. وما ينفعش ادي الفرصه ان اللعيبه بتاعت الاسماعيلي واقفه في مكان الاوف سايد. يبقى انا يا اما ادي ضربه جزاء حسب تقديري، يا اما اتعامل مع الرايه بعد الكوره ما جت في ايد الراجل وراحت دخلت الهدف ان هو يرفع الكوره على انها تسلل، ان هي تسلل. انما ما ينفعش ان انا اصفر جول وبعدين اروح لللاين مان وبعدين اديها اوف سايد وبعدين ارجع ادي ضربه جزاء. ما صفرش جول، هو صفر اوف سايد على طول على اشاره اللاين مان، يعني هو خد قرارين. لا في صفاره طلعت، يمكن انا شفتها في احد البرامج، في صفاره في الاول طلعت هدف وبعدين بص لللاين مان ادى صفارتين وبعدين راح له واتناقشوا وبعدين ادى ضربه جزاء. كل الكلام ده احنا شايفين اهو مع حضرتك. كميه الشده اللي كانت في الماتش كانت عاليه جدا. الحكم كان كثير الانذارات، شد الماتش اكتر. 9 داخل يعني المستطيل الاخضر و2 بره، 11 انذار في المباراه. عمر الانذارات ما كانت وسيله لتحزيم المباراه. تحزيم المباراه ده بيبقى بالسيطره عليها. حضرتك شايف ان هو كان بيحاول يقوي من شخصيه الماتش، يحزم، هو عايز حزم اكتر الماتش. فما يطلع كم 9 انذارات في المباراه فكده بيشدهم يعني. طبعا. يعني انت النهارده عندك 9 لعيبه في الملعب، في اي لحظه واحد يطرد، فده انت بتعمل بيه. وبعدين الغريب، يمكن انا طبعا من اول الموسم ما بتكلمش على الحكام يعني حتى علاقتي بالكابتن عصام عبد الفتاح دائما على اتصال بيه دايما. يمكن انا كابتن محمد هو يمكن من الحكام الواعدين، انما لازم يثقل بخبرات. النهارده ما فيش حكم في الدنيا بيطلع يعمل لقاءات تلفزيونيه. دي برضو كان عليها تعليقات كتير. ما ينفعش ان انا اطلع اعمل حوار هنا واعمل حوار. انت حكم مباراه اديت مهمتك وتنصرف، ما تبررش وما تعلقش على ولا وبعدين قال لك انا ما بتكلمش ناحيه فنيه ولا تتكلم في اي ناحيه. هو كان بيتكلم في ايه؟ هو كان بيساله قال له انا ماليش دعوه بالناحيه الفنيه، مفيش حاجه. انت راجل اديت، هو ما يتكلمش، اديت المباراه، بتصفر وبتخرج بره الملعب. كل ما هو عايز تكتبه في تقريرك. فانما انا شايف ان محتاج هو نواه لحكم جيد، عنده رشاقه وعنده مرونه وعنده شخصيه، ولكن محتاج ان هو المهارات تثقل، محتاج ان هو يتقل شويه في قراراته، يتقل في انذاراته، يتقل في احاديثه، يعني حاجات مقومات، ويبقى من احسن الحكام ان شاء الله اللي في مصر. كان في مشكله من لاعب احمد تمساح لاعب الداخليه، تعدى بالقول على النادي الاسماعيلي او على الاسماعيليه، حاجه كده حصلت بعد المباراه، وبعدين عرفنا اداره النادي الاسماعيلي تبعت فاكس او بعت فاكس لوزير الداخليه لعقاب اللاعب بشكل من الاشكال، او في عقوبه نزلت غرامه بين 20000 جنيه. حقيقه القصه دي حضرتك عندك بيها معلومات، وايه القرار اللي المفروض يتاخد لو ده حصل فعلا؟ شوف هقول لحضرتك على حاجه. انا ما اعرفش الموضوع حصل ولا ما حصلش، ما عنديش فكره بيه وما سمعتش عنه يعني. انما انا ضد ان انا ابعت شكوى لوزير الداخليه. وزير الداخليه ماله مال لاعب في نادي الداخليه؟ ماله النادي الداخليه نادي رياضي، ليه مجلس اداره وليه رئيس مجلس اداره، مخاطب رئيس مجلس اداره، مال وزير الداخليه؟ اقصى حد ممكن اخاطبه هو رئيس النادي. هو انت النهارده لو حد من فرقه الدمنهور او الاسيوطي او المصري او الاهلي هتبعت لرئيس الوزراء؟ انت خاطب اللاعب على ناديه، وهات عندك ما يثبت ان اللاعب عمل الكلام ده. مهم جدا ما يثبت ان عندك ما يثبت ان اللاعب عمل كده، اعمل نسختين، واحده لاتحاد الكوره واحده لرئيس النادي. انما وزير الداخليه ايه وزير الداخليه فضلنا يعني هيقعد يتكلم تمساح عمل ولا ما عملش؟ طب ايه العقوبه اللي ممكن تتعمل من انديه مثلا على حاجه زي كده؟ لا كل حاجه بتختلف. يعني انا مثلا في النادي عندي
لو الموضوع اتعرض على اللواء عماد اعتقد ان يكون قرار صارم. نفس الشيء في نادي الداخليه، لان احنا عندنا الانضباط والالتزام ده اساس بالظبط والربط. انما اديني محتوى صادق، اديني يثبت الاول، ما يبقاش كلام اديني محتوى صادق موقع. بس واديني ايه اللي دفع اللاعب لكده. يعني خلينا نبص للموضوع شامل. انما انا النهارده عشان اعاقب لعيب عندي لازم تثبت عليه الواقع، ولازم ما اكونش ظالمه، لان لو اللاعب اتظلم منا دي بدون وجه حق فهيديك ازاي؟ انما انت اثبت الواقعه وادعى لك نادي، او اعتقد ان نادي الداخليه نادي منضبط ونادي ملتزم، وليه رئيس نادي على راسه اللي هو احمد فاضل، راجل محترم جدا هياخد الحق. والكابتن علاء لو ثبت الكلام ده، كابتن علاء من الناس الملتزمه جدا، اعتقد انه لن يفرط في حق النادي الاسماعيلي. طيب قبل ما نروح للتقرير الثاني اللي معايا النهارده، عايز اخد رايك في قصه اللاعبين برضو اللي بتتحرك جوه النادي الاسماعيلي. يعني قلنا محمود عبد العزيز لاعب مهم بالنسبه للنادي الاسماعيلي، حصل مناوشات، قعدت مع ناس واعتذر، ناس قبلت اعتذاره ما قبلتش. كلام تاني دلوقتي عن جون انطوي وانتقاله لاحد الدوريات في الخليج العربي. يمكن انا كان في اتصال هاتفي مع وكيل اللاعب قال لي لسه ما فيش اي حاجه محدده، ورئيس النادي في اخر لقاء تلفزيوني ليه او اكتر من لقاء قال ان انا هعمل ده لو هيحصل في نهاية الموسم مش دلوقتي. شوف أخي الحبيب أحمد، أنت كقائد في الإدارة، قائد في الإدارة لازم تحسم الجدل ده كله. مثال صلاح ريكو، في ناس كلموه من هنا ومن هنا ومن هنا، وأنا وصل لي الكلام، استدعيت اللاعب فورا في الحال المهمة دي. صلاح انت مستمر في النادي 4 سنين، مش هتمشي، بس قفلت باب الكلام، مش هتمشي، هتروح هتتفاوض، هتروح مش عارف ايه، هيأثر على مستواك، مش هتلعب، هقعدك. كلام واضح وكلام صريح، انت ملتزم في النادي، مش هتمشي. اتقفل الموضوع، خلص بكلمتين في دقيقتين، خلص. انما افضل محمود عبد العزيز بيتفاوض، مش عارف مين راح محمود عبد العزيز، تكتب واحد سابه، طب ده النادي عارف، لا النادي مش عارف، طب لو جاب سعر كويس، طب لو ما جابش سعر، ما ينفعش، ما ينفعش. وما ينفعش في النادي الاسماعيلي، نادي القيم والمبادئ. ده هو بيحصل في النادي الاسماعيلي اكتر من نادي تاني يا كابتن، عشان اللك كتير. طب ما اللك كتير ده ما يخليناش نروح لنقطه، انا بس عشان هاخد تقرير، ما يخليناش نروح لنقطه ان انا لازم يكون عندي حد بيطلع يحسم القصه دي من اول ما تبدا، او اي قصه من اول ما بتبدا. هو في مشكله ان الحاج محمد مش متواجد، يعني الراجل عليه حمل اعباء كبيره كتير جدا ناس غير الحاج محمد يقدروا يعملوا ده. مين؟ لا انا مش هقول اسماء، بس في مناصب في النادي الاسماعيلي يعني جداً. حضرتك لو احنا عندنا اربع اعضاء مجلس اداره، هم دول مش كافيين، وعندنا موقع رسمي، وعندنا متحدث اعلامي زميلنا واستاذنا استاذ علاء وحيد، عندنا ناس كتير ممكن تعمل ده. استاذ علاء وحيد، انا مش عايز اقول اسماء بس استاذ علاء وحيد هيستدعي لاعب يقول له انت، لا مش هيستدعي لاعب، استاذ علاء انا كلمته في القصه دي تحديدا قبل كده، قال ان انا هو انا اشفقت عليه ان لو هو يفضل طول الوقت يطلع يكذب مش هيعمل حاجه في الدنيا ثانيه. ما حدش يكذب، لا يطلع يصلح اخطاء، انا ما قلتش حد يكذب، مواقع واشاعات. النهارده محمود عبد العزيز لو كان استدعى من اول المشكله من رئيس الجهاز الفني، عشان احنا لا عندنا مشرف على الكوره ولا عندنا مدير كوره، او يكلف احد اعضاء مجلس اداره رسميا بالقيام بعمل. كابتن علي يعني في اهو ناس تعمل ده بدل الحاج يا فندم؟ فين التكليف؟ التكليف يجي من رئيس النادي. فين التكليف؟ سمعنا ان في تعيين مدير كوره، سمعنا لا الحكام ده بنسمعه من اول ما سمعنا ان الاستاذ حسين مشرف على الكوره. الكلام مش منصب على الكلام، لازم يفعل بقرارات. هكمل مع حضرتك الجزئيه دي، لكن خلينا نشوف تقرير مع عن كواليس مباراه الاسماعيلي الداخليه الماضيه ونرجع نكمل معاكم. مشاهدينا الاعزاء، بعد مباراه النادي الاسماعيلي والنادي الداخليه تعادل بين الفريقين، مع في هذا اللقاء كابتن علاء عبد العال المدير الفني القدير للنادي الداخليه. نقول مبروك. الحمد لله، نقطه من الاسماعيلي، نادي كبير طبعا في ملعبه، ورغم ان انا كنت طمعان او بنلعب على اساس ان احنا هناخد 3 نقاط وكانت قريبه مننا، انما طبعا يعني النقطه اعتقد الاسماعيلي ادى برده كويس، والحمد لله نقطه ترضي الفريقين الحمد يعني لله. انت مش جاي تلعب على النقطه، انت جاي تلعب على اساس نقاط. انا جاي ما اخسرش النقطه،
جاي ما تخسرش ما خسرش النقطه. انما لو ربنا كرمنا بالثلاث نقاط يبقى ده فضل كبير قوي من عند ربنا، واشتغلنا وكنا ممكن حتى في الاخر ممكن ناخد المباراه لولا طبعا تالق عصام الحضري يعني. ليه سحبت الفيوم رغم ان هو كان متميز؟ طلع مصاب. طلع حاسب شد في خلفيه، طلع مصاب تمام يعني. كان بدري شويه، يمكن ده اثر شويه على النواحي الهجوميه لينا. انما الحمد لله خالد ربيع نزل ادى اللي عليه، كل اللي نزلوا ادوا اللي عليهم، اللعيبه ادت اللي عليهم الحمد لله. تقييمك لاداء النادي الاسماعيلي؟ لا الاسماعيلي فريق كبير طبعا، وطبعا في الفتره الاخيره يعني واخد ثقه وبيكسب، بس اعتقد ان هو يعني هو من وجهه نظر طبعا المدير الفني ان هو سحب شكري نجيب وسحب شوقي، اعتقد شوقي مصاب او في اصابه، ونزل محمود عبد العزيز كديفندر. فالاسماعيلي كان بيلعب على شكل معين اللي هو الشغل في العمق، واحنا قدرنا نقفله له تماما الحمد لله رب العالمين. جون انطوي النهارده يعتبر مش موجود يعني الحمد لله. مع في هذا اللقاء كابتن ريكاردو المدير الفني للنادي الاسماعيلي، كابتن محمد سعد مدرب الاحمال، برحب بيك على تلفزيون القناه يا كابتن. هلو محمد، يعني يا ريت تساله لنا يعني احداث المباراه النهارده. كان الاسماعيلي اللعيبه في الملعب كانوا يعني ما عندهمش الحافز، ما عندهمش القوه زي فريق الداخليه. I want to ask you about I may compare in his mind between our team and Dakhliya have pressure, have strong, have heart today. Our team not have this heart, not have this No, not this way. Not this way. The problem is Dakhliya back and play behind the line for midfield. Only Ismailia attack. Dakhliya back all the time to mark, to make a good composition to mark and play by counter-attack. Okay? And we give opportunity to score. Dakhliya scored the goal because the ball in our control and lose the ball so easy. And by the way, after this we must run more, but the team run, the team fight. Ismailia fight and scored one goal. Ibrahim had the opportunity to score the second goal in the first half. The ball go in the post. Also, Zizo had one opportunity near the goalkeeper. I think we not play like before. For me, the problem we give a lot of counter-attacks. This is the worst problem today. بص طبعا الموضوع ان اللعيبه ما كانش عندها دافع، ما كانش هنروح لا او مش قابل منك الكلام ده. هو الفكره كلها الناس كانت بتحاول، بس في فرق ما بين الحاله بتاعتنا والحاله بتاعت النادي الداخليه. حاله النادي الداخليه الناس بتلعب من ورا خط نص الملعب، بتلعب ديفنس واقفه، بتلعب ديفنس، انت اللي بتاخد وانت اللي بتهاجم وانت اللي بتقطع. انت لما جابوا الجون فيك انت الكره كانت معاك واتقطعت منك. هو الحاجه اللي تعباه ومزعلاه اكتر حاجه الهجمات المرتده، اللي الكره تقع معانا واحنا اللي بنديها للناس وتعمل هجمه مرتده، مش تقصيرا من الناس. هو طبعا مش ما لعبناش زي ماتش الجيش، بس هو ايام يوم لازم يعدي عليك. راضي عن اداء اللاعبين ويقول ايه لمنتقديه؟ يعني في دلوقتي ابتدت حملات كتيره جدا بتنتقد مستر ريكاردو. You accept what our player do today, and also what do you think about have some people outside try to speak about you not good way? You want me to ask you about some people talk not a good way? No. I just say I'm Ismaili and I make my job, and if today the team not good, also the players not satisfied, not happy, they fight. Also I'm not satisfied, all the staff not satisfied. I think it's correct, the fans not satisfied also. وطبعا النهارده كان يوم سيء بالنسبه لنا. اللعيبه حاولت، اللعيبه نفسها زعلانه، احنا زعلانين كجهاز، هو كراجل مدير فني زعلان، اكيد الجمهور لازم يكون زعلان. بس وطبعا بالنسبه للناس اللي بتنتقده دي ناس حقها تقول رايها وحقه ان هو ما يسمعلهاش. معي في هذا اللقاء كابتن عصام باولو هداف الفريق زي ما هو قال لي وزي ما احنا عارفين. كابتن عصام برحب بك على تلفزيون القناه. والله تحياتي لكل اللي في الاستوديو. احنا الحمد لله بونت غالي من مع فرقه زي الاسماعيلي، بس ما احنا كنا ماسكين الماتش الحمد لله ونستحق الثلاثه بونت. احنا زعلانين طبعا على الاثنين بونت اللي راحوا مننا، واحنا كنا ماسكين الكوره ومستحوذين على الماتش، والحمد لله يعني كنا مستحق الثلاثه بونت. معي في هذا اللقاء نجم المنتخب الوطني ونجم فريق نادي الداخليه كابتن احمد تمساح، برحب بك على تلفزيون القناه. ربنا يخليك. الحمد لله النهارده نفذنا كطريق كابتن علاء طبعا بنلعب فرقه كبيره زي فرقه الاسماعيلي. والله احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا، والحمد لله طلعنا بنقطه كويسه الحمد لله. تعادل عادل بين الفريقين الاسماعيلي والداخليه بهدف لكل من الفريقين. في نهايه هذه التغطيه لاحداث هذه المباراه بنشكر مجموعه عمل البرنامج، احمد السيد مدير تصوير وفني التصوير احمد بدر واحمد عبد العليم، مع تحيات المخرج حسام شلبي.
مستمرين مع حضراتكم في الدرويش، منور في الاستوديو الكابتن علي غيط. كابتن علي، كنا بنتكلم قبل التقرير عن النادي الاسماعيلي. احنا في ازمه ان احنا بنتكلم ان انا لو خليت حد واحد يطلع يعلق طول الوقت على اللي بيحصل مش هنخلص، ومش هيعمل حاجه في الدنيا غير ان هو يعمل ده، ومش هيكفي كميه الاشاعات اللي بتطلع. بس نحلها ازاي؟ خليني بس اقطعك، انا عجبني قوي رد ريكاردو. ما انا هجيله، بس انا عايز الجزئيه دي عشان كنا بنتكلم فيها قبل التقرير، قبل ما ننسى عشان ما ننساش الترجمه. لا انا فاكر انا فاكر. انا ما طلبتش حد يرد، انا ما قلتش حد يطلع يرد، واعتقد ان الاستاذ علاء وحيد يعني قايم بدوره على اكمل وجه. تمام. الراجل اللي بيلف طول النهار يرد على القنوات وقايم بدوره رائع. انا بتكلم في حد يحزم المواضيع، يحسمها، يحزمها. مجرد ان انا سمعت كلام بجيب اللاعب، انت حبيبي لاعب في النادي الاسماعيلي ومش هتمشي من النادي الاسماعيلي لما احنا نقول المفاوضات عن طريق النادي الاسماعيلي. ما ينفعش في نص الدوري لعيب راح يقعد مع اداره ثانيه يتفاوض في الكلام ده بدون اذن النادي. طب انت عملت ايه؟ ما ينفعش، وقلق ويحصل وحاجات. طيب كابتن ريكاردو، هشام صحيح بشكر هشام على التقرير اللي عمله والتقرير الثاني، وهشام كان بيقول له انك تعليقك على الناس اللي بتتكلم عليك لا هو هشام جميل وليه قبول، عايز احييه على اعماله، عامل شغل جميل يعني. هشام متالق ونشيط وعامل حاله، فانا بحييه بصراحه عليها. وشايف ان في لقاء مع احمد تمساح، ما اعرفش ده قبل ما قال ولا بعد ما قال يعني. هنسال هشام في القصه يعني بعد. طب استاذ حسام شلبي بيقول لي بعد، طب يعني بعد هو غلط والراجل اللي جاي يعني هو غلط في الاسماعيلي واسماعيليه وبنسجل معاه يا جماعه، وبيقول لي الناس هاجمونا فعلا في القصه دي. يعني ما افتكرش يعني اللي عنده دليل يجيبه، يعني احنا بنعرض هو بس احنا بنسجل معاه علشان العرض يعني رايه. لا النهارده يعني مين الناس المسؤوله اللي قالت ولا سمع ولا الله اعلم يعني. طيب خلينا في تعليق ريكاردو، وكان اجابته ان انا شغال ومستمر وماليش دعوه باللي بيتقال. اصل ريكاردو راجل محترف، راجل بيتعامل مع الوحيد اللي يقدر يحاسبه هو لجنه الكوره او مشرف الكوره او رئيس النادي، هو اللي يقدر يحاسبه. انما انا كمدير فني هقعد ارد على الجمهور، هقعد ارد على يعني اعمل اكونت يخش على الفيسبوك ورد على واحد بقى من اللي شغالين دول. فهو كان رد احتراف. طيب احنا عايزين نبارك للكابتن عاطف عبد العزيز المدير الفني لمركز شباب الصغير، فاز النهارده على السماد السويس 1-0 وتصدر الدوري ممتاز به، بقى فريق اول الفرقه، ونتمنى له طبعا ان هو يستمر بالمستوى ده ويطلع ويصعد السنه الجايه. انا عايز احيي كابتن عاطف عبد العزيز بجد يعني. كابتن عاطف اخذ قرار في منتهى الخطوره. كان مدير فني وشايق طريق، قال يخش مجلس الاداره يخدم النادي، لقى نفسه مش يعني الدنيا مش على هواه، اخذ القرار ان يرجع مدير فني وناجح وعامل شغل كويس قوي. فانا بحييه يعني، انا بحيي عاطف، بقول له عاطف احنا محتاجينك في الكارير ده، خليك ومن نجاح لنجاح، ودي تكون بدايه طيبه ان شاء الله باذن الله لصنع مدرب واعد من ابناء الاسماعيليه ان شاء الله. فكل التوفيق ومليون مبروك. طبعا اسره برنامج درويش بتبارك له، ونتمنى طبعا الاستمرار على المستوى الهائل اللي هم فيه دلوقتي. القناه كسب النهارده نادي الكهرباء 1-0، اول مشاركه للكابتن محمد محسن ابو جريشه، وعمل شوط هايل يعني. شوط هايل. طيب امبارح 9 يناير كان ذكرى اول بطوله افريقيه تدخل قلعه الدراويش، كانت 9 يناير 1970، ويمكن دي الذكرى ال45 ليها. كان الدوري متوقف والفريق المصري الوحيد اللي قدر يشارك كنت في الاستاد انا. كنت عندي 4 سنين وكنت في الاستاد، كنت حاضر الماتش. كان والدي رحمه الله كنا مهاجرين في التل الكبير، يمكن شايفين مع حضرتك وفرحه الجماهير، حضرتك كنت من ضمن الجماهير بقى. وكان عمي رحمه الله شغال في مديريه الصحه، وكانوا مطلعين رحله من مديريه الصحه، حضرنا اللي قبل النهائي والنهائي 2-0 و3-1. تمام. فانا الحمد لله ان انا كان ليا الشرف ان انا احضر في وسط بقى كان ايه بقى احساس الجمهور وقتها في وسط مصر. انا كنت 4 سنين صغير، بس مش فاكر يا كابتن، شايف الناس فرحانه احنا اما مصر كلها موجوده، مش دول اسماعيلاويه، ده مصر كلها، اهلي زمالك ترسانه، كل مصر جايه تشوف فريق مصر. هو ده الحب، هو ده الحب، هو ده الاخلاق، هو ده اللي كان بيمتعك، هو ده اللي كان اللي خلى النادي الاسماعيلي يفوز باول بطوله. الحب، حاله الحب ده فين دلوقتي يا كابتن؟ ليه مش موجود؟
نتمنى ان هو يرجع، نتمنى. ايه السبب؟ طيب السبب ان احنا دلوقتي بنتمنى ان الحب يرجع، دي حاجه صعبه قوي يعني. كتير جدا، عايزه حلقات وحلقات، وعايزه دكتور نفسي، وعايزه واحد يقعد يعالج يحلل واحد يقعد يعالج ويعالج بعد كده. طيب غالبيه فرق الدوري في شهر يناير هتعمل تدعيم لصفقاتها. الدوري ماشي بمنافسه شرسه، وهيبقى اصعب الدور الثاني ولا لو الصفقات من نفس الانديه فمش هيحصل مشاكل؟ لا الدور الثاني بكل الحالات سواء حصل صفقات او ما حصلش، الدور الثاني اصعب كتير جدا من الاولاني، اصعب كتير. والدليل انت بدات تشوف الفرق بتاعه المؤخره. النهارده الرجاء اللي كان متراجع بيفوز 3-1 على سموحه. النصر النهارده بيحقق انتصار، نادي دمنهور محقق انتصارين ورا بعض. كل وقيس على كده كل الفرق اللي بتطلع من كل الانديه بتعلى. كل الانديه ادائها بيعلى. الدور الثاني اعتقد ان هو هيكون اشد قوه من ما تقدرش تتوقع مين هياخد الدوري بالشكل ده، ما نقدرش نحسم دلوقتي فرقه ولا لا عشان الوقت. اقول لك على سر الجمهور هيبقى ليه الحكم في الموضوع ده. ده حضرتك متوقع حاجه تانية خالص مش هنتكلم عنها دلوقتي عشان يا رب ما تحصلش. كابتن علي خضر بشكر حضرتك جدا، حضرتك نورتني، وللاسف وقتنا خلص عشان في نشره اخبار داخله بعدينا. بشكرك شكرا جزيلا، وارجوك تكرر زياره قريبا يعني. بشكركم، ما تغيبش عنها كتير. دعوه كريمه، وانا دايما بسعد وانا في وسطكم. شكرا كل الشكر، وبسجل شكري تاني لاسره القناه الرابعه. لا يا فندم ده واجبنا، عامله حاله جميله في وسط هوجه القنوات، انما ليكوا طعم منجاوي. لا اشكرك كابتن علي، شكرا لحضرتك، شكرا لكل متابعينا. استنونا السبت الجاي 9 مساء وحلقه جديده من الدراويش. تصبحوا لازم تبقى واثق من نفسك، ده انت ابن الدراويش. طب عيش لازم تبقى واثق من نفسك، ده انت ابن الدراويش. غني ولف ودور قول يا اسماعيلاوي، عايزك تبقى فخور ان انت اسماعيلاوي. رجالة مصر الدراويش، الدراويش 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 الدراويش، رجالة مصر الدراويش الدراويش. محدش زينا، الكورة في دمنا، محدش زينا، الكورة في دمنا، ده احنا اللي ياما طلعنا. سلام الإسماعيلية وعسل إسماعيلية، انت يا بنت يا سالي، بتمت بنتك، انت مين ياض؟ انا معجب.